كنت في فرح صاحبتي. اليوم كان طويل وكان دوشة، بس كان يوم حلو. صاحبتي وحبيبة قلبي اللي كبرت معايا اتجوزت أخيرا. بس وانا وسط الناس حسيت بحاجة مش طبيعية. محمد جوزي كان واقف بعيد ساكت وبيبصلي بنظرة مش بتاعته، نظرة فيها برود، فيها حاجة تخوف، كأنها نظرة حد ميت. كل ما قرب منه يبعد، كل ما اضحك يدور وشه. بس اللي خلاني جسمي اشعر ان عينه كانت ثابتة عليا طول الفرح من غير ما يرمش لحظة. من كام يوم كده بقيت احس انه مش هو. كلامه قليل، حضنه بقى بارد، وصوته فيه نبرة غريبة، كأن حد تاني بيتكلم من جواه. حد مش بيحبني، حد بيكرهني. رجعت البيت مهدودة حرفيا، نمت من غير ما اغير هدومي حتى. بس قبل ما انام سمعت صوت خطوات جاية في الصالة. كنت لوحدي، بس الصوت كان واضح، زي ما يكون حد بيجر رجله على الأرض وبيهمس باسمي. صحيت الصبح على صوت رنة موبايل، رسالة من رقم غريب. فتحتها وانا لسه مش فايقة. صورة خلت عينيا تزوغ قبل قلبي وقع من مكانه، ايدي اتنفضت. كانت الصورة تحتها مكتوب: ادي الحارس بتاعك، خلصت منه، الدور عليكي بقى. اترجفت حرفيا، حسيت رجلي مش شايلاني. رديت وانا بترعش: انت مجنون؟ محدش يقدر يمس شعرة مني، والحارس بخير. الرد جه بعدها بثواني: بص كده من الشباك. خدت الموبايل وجريت، بس رجلي اتجمدت مكانها. الحارس راسه مفصولة عن جسمه، منظره صعب، الدم في كل حتة. بس اللي خلاني اصرخ مش بس الدم، كان في حد واقف جنبه لابس اسود وملامحه مش باينه، بس عينه كانت بتلمع في الضلمه، وبيضحك ضحكة شيطانية مكتومة ومرعبة. صرخة مكتومة طلعت مني، بس محدش سمعها. كأن الدنيا سكتت فجأة، وكأن قلبي وقع في حفرة ملهاش قرار. رجعت خطوة لورا، كنت هكلم محمد، بس قبل ما المس التليفون سمعت همس جنبي، صوت بيقول: رايحة فين؟ مش بقولك الدور عليكي؟ استوعبت ده صوت محمد، بس كان في حاجة غريبة. صوته مش صوته، كان في نبرة شيطانية، كأن حد بيتكلم من جوه جسمه. بصيت ورايا، لقيته واقف بيبصلي بنظرة استحقار، بس عينه كانت سودة تماما، من غير بياض، زي ما تكون حفرة بتبلعني وانا واقفة. قلتله وانا بترعش: انت يا محمد؟ ليه تعمل الجريمة البشعة دي؟ ده رحيم كان انسان غلبان قوي. رد بصوت عالي جدا، صوته كان زي الرعد، بس كان مليان وجع. في حاجة فيه غريبة، حاجة مش بشرية. رد بصوت عالي: عشان خنتيني معاه، كنت بتضحكي عليا وانا اللي كنت شايفك ملاك. ورمى صور كتير جدا في وشي. بصيت واتصدمت، في صور حقيقية وانا واقفة في بيته، وفي صور باين انها متركبة، بس كلها بتقول حاجة واحدة بس: خيانة. بس اللي خوفني اكتر ان في صورة منهم كان فيها وش محمد، بس مش وشه، كان مشوه، عينه طالعة وفي دم على هدومه. كأن الصور دي مش بس متركبة، دي صور ملعونة. قلتله وانا بعيط: محمد اهدى بالله عليك، هفهمك كل حاجة بس اسمعني. قاله وهو بيقرب مني، صوته بقى خشن جدا: تفهميني بعد ايه؟ بعد ما قلبي اتكسر؟ انا كنت بحبك، كنت بغير عليكي من الهوى اللي يلمسك. قلتله وانا بترجاه: وانا كنت بحبك اكتر من نفسي. والصورة اللي انا فيها في بيته دي كانت مراته رنت عليا محتاجاني اساعد بنتها المريضة بما اني دكتورة، وهو خرج. معرفش مين صور
الصور دي ومين اللي ركب الصور دي. بس هو ما كانش بيسمع، كان بيضحك ضحكة مش ضحكته، ضحكة حد تاني، حد بيستمتع بالدم، حد بيستنى اللحظة اللي هيخلص فيها عليا. قالوا هو بيقرب مني، كفاية كفاية كده، انا مش هستحمل اكتر من كده. وطعني طعنة بالسكينة، مش وجعتني قد ما وجعني الشك اللي حطم قلبي. بس وانا بقى شفت حاجة مرعبة، وش محمد بيتحول، عينه بقت سودة وصوته بقى خشن، كأنه مش انسان، كأنه حاجة تانية، حاجة كده خارجة من جواه. كنت حاسة بجسمي بيتقل، بس قلبي كان خفيف كأنه بيطير بعيد عن كل الوجع ده. بس قبل ما روحي تطلع شفت حاجة على الحيطة، كلمات مكتوبة بالدم: الخيانة ليها تمن، والتمن لازم يتدفع. محمد كان بيصرخ، بس صوته مش مبقاش مفهوم، كأنه بيتكلم بلغتين، كأنه في حد تاني بيصرخ جواه. آخر حاجة شفتها كانت عينه، كانت بتدمع، بس الدموع كانت سودة زي الحبر، زي لعنة. أنا كنت سامعة كل كلمة، بس صوت محمد بقى بعيد، زي ما يكون بيجيلي من آخر الدنيا، زي ما يكون أنا خلاص مش هنا. قلتله وأنا بطلع آخر نفس: أنا كنت جنبك يا محمد، بس أنت اخترت تبعد، اخترت تصدق الناس وتكدبني. أنا كنت بحبك، بس الحب لو ما اتبناش على ثقة بيبقى سهل ينهار. عيني دمعت، بس مش من الوجع، من الحزن، من الخذلان، من النهاية اللي ما كنتش مستاهلة تبقى بالشكل ده. كل اللي بينا، كل اللي بنيناه وقع في لحظة، بسبب صورة، بسبب شك، بسبب شيطان دخل بينا.